لو من عشاق مربة الفراولة فتعالي نعملها بطريقة حلوة جدا بدون بنجر وبدون اضافات كتير. عندي 2 كيلو من الفراولة قطعتهم كويس جدا وحشت الوردات بتاعتهم. هنبدأ ان احنا نغسلهم مرتين 3 لحد ما ينضفوا تماما. هتجيبي السكينة وتقطعيها قطع صغيرة، وبعد كده نجيب البايركس بتاعنا او الصينية، نبدأ ان احنا نحط طبقة من الفراولة عليها طبقة من السكر. ال 2 كيلو من الفراولة اخدوا معايا 3 اكواب من السكر، يعني حوالي 600 جرام. ما بين كل طبقة والتانية نحط كده كوب كامل من السكر، اخدوا معايا 3 طبقات. بعد كده هنبدأ ان احنا نقفل عليهم بالاسترتش كويس قوي، ونسيبهم لمدة لا تقل عن 3 ساعات او نسيبهم لتاني يوم لحد ما تحسي ان المية بتاعة الفراولة نزلت كلها كده مع السكر. هنجيب بقى الفراولة نحطها في حلة، ونضيف الحلة دي على النار لمدة ساعة ونص. بعد نص ساعة هتبدأ بس ان احنا نشيل الريم بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنبدأ كل ما يطلع ريم نشيله كده بالمعلقة، وبعد كده نجيب هراسة البطاطس نبدأ ان احنا نهرسها كويس جدا بالهراسة، ونسيبها كمان على